بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا جايه لكم النهارده بفيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. النهارده بقى كان يوم جميل كده. صحيت الصبح لقيت النطره منطره. بصوا الجو عامل ازاي، الجو رجع شتا تاني. وبصراحة كان يوم جميل جميل جميل. بصوا الجو عامل ازاي والسما عاملة ازاي والسحابة والمطرة بقى مغرقة الدنيا كده. قلت الشتا رجع من تاني. الكلام ده كان امبارح. صحيت كده، مش صحيت، هما بعد ما ولادي جم من المدرسة على طول. لقيت في صوت برق ورعد وكده. فقلت لعمار: شوف يا عمار، ايه ده؟ المطره بتمطر. راح عمار دخل قال لي: يا ماما الحق، المطره بتمطر. فجرينا بقى كلنا، وقفنا في البلكونه وكده. بصوا بقى الجو جميل جميل، الدنيا ما كانتش ساقعة ولا حاجة. بس بس الجو كده شكله جميل. وولادي بقى بيبقوا فرحانين قوي بالمطرة، ويفضلوا يحطوا ايديهم تحت المطرة. وانا بقولت لهم: يلا بقى كل واحد يدعي دعاء. قعدوا بقى يدعوا ربنا كلهم. هتشوفوهم دلوقتي وهم عمالين يدعوا. بصوا عمار وايسل ولوكا، بصوا كلهم عمالين يدعوا. اول ما قلت لهم يلا كل واحد يدعي دعاء، فاي قعدوا يدعوا. بصوا الجو شكله جميل جميل، والسحابة شكلها جميل. والرعد بقى في السماء عمالة تعمل أصوات جامدة جدا. بصراحة كان جو جميل قوي. وعيالي بقى واقفين يدعوا ربنا كده. كانوا لسه جايين من المدرسة والله، يعني كانوا لسه خارجين من المدرسة، ما كملوش، يا دوبك غيروا هدومهم بس. وبصوا بقى الجو جميل ازاي. الدنيا غرقت، وبصوا الارض الفاضية اللي قدامي بقت كلها مطرة مندعة كده. والارض في الشارع بصوا مش باينة قوي، بس هي كانت غرقانة بس عشان الاسفلت. فايه مش بيبان فيها قوي. بس باينة في الرملة. باينة في الرملة اللي قدامي دي، في الارض الفاضية باينة جدا. بس وعمار بقى جاب الزرع وقال لي: يا ماما حط الزرع هنا عشان ياخد من المطرة. والزرع لما بياخد من المطرة بيكبر بسرعة. فحط الوردة بتاعته دي، حطها هنا عشان خاطر ايه؟ تاخد من المطرة تمطر عليها. بس فدخلت بقى قلت ايه، اروق الأوضة دي واعمل فيها روتين. اوضه النوم بتاعتي وكده. قلت بقى اعمل فيها روتين واروقها كده وانضفها. ما عملتهاش بقالي كتير. فقلت بقى ايه، هي مش متبهدلة خالص، يعني هي مش متبهدلة، هي بس ايه، عايزة ترويقة سريعة كده. يعني مش همسحها ولا حاجة. انا هعمل ترويقة بس سريعة كده، بحيث ان احنا نغير الملاية بقى لها كام يوم. الارض كده عليها حاجات كتير وفتافيت وكده. فقلت ايه، اروق الدنيا دي واظبطها معاكم كده. زي ما انتوا شايفين كده، انا فتحت الشباك. وقلت بقى ادخل ايه النهار كده الشقة. وبس. قلت بقى ايه، هروق الدنيا. الجزمة بقى كانت مفتوحة. فقلت ايه، هقفلها والم الكوتشيات. كانوا الكوتشيات العيال حاطينها قدام الجزمة كده ومش قافلينها. فقلت بقى اقفل الجزمة والم الكوتشيات فيها وكده. بس قلت بقى ايه، هروق الدنيا اهي. شلت البطانية، خرجتها بره في الصالة. انا كنت عايزة احطها على السور، بس طبعا المطرة كانت ايه، عمالة تمطر شوية وتبطل شوية، تمطر شوية الشمس تطلع وبعدين تعمل تاني. فخفت بصراحة احطها في البلكونة. حطيتها بس في الصالة كده عشان خاطر ايه، اعرف اروق الأوضة. بس وهنا بقى كنت بقفل الأدراج وبلم الحاجات اللي في الأرض كده، الكراكيب اللي ولادي راميينها. ولميت الدنيا اهو. وقلت بقى ايه، هشيل دلوقتي الملاية دي وهفرش ملاية جميلة كده تانية. برضو شكلها شيك كده وشكلها جميل. انا بحب الملايات على فكرة، اللي هي فيها الريشة دي. يعني هتلاقوا اغلبية الملايات عندي فيها الريشة دي، بس بتختلف الالوان.
يعني هنا بصوا الريشة دي ابيض في احمر كده، انا هحط واحدة تانية بس لونها رصاصي. فانا بحب بصراحة الالوانات دي. بس هنا عدلت السرير اهو، وهنده بقى ايسل عشان مكنتش عارفة اطلع اجيب المخدة اللي جوه خالص دي. ايسل هي اللي هتجيبها لي. طبعا شايفين ايسل دلوقتي لابسه العباية زي بتاعتي. انا وهي كنا جايبين العبايات دي زي بعض، نفس الشكل ونفس اللون ونفس الرسمة وكده. انا كنت جايباهم عشان نلبسهم انا وهي واحنا بنصلي في رمضان. آه فهي بقى ايسل فرحانة بان هي عندها واحدة زيي. كل شوية كل ما تلاقيني لبست العباية دي تقول لي ايه ماما لبسيني عبايتي زيك، يا ماما لبسيني عبايتي زيك. فتحسوا ان هي ايه واقعة مني كده، يعني تحسوا ان هي قطعة واقعة مني. بس فهي بصوا عباية ايسل جميلة عليها بصراحة، جميلة ومجسمة عليها كده، فشكلها بصراحة تحفة عليها. وهي اول مرة ايسل تلبس عباية، فهي بقى فرحانة بيها، فرحانة بالعباية بقى. كل شوية تقولك ماما صوريني بيها، يا ماما صوريني بيها. فهي كانت فرحانة اوي ان هي لابسة العباية. وكل شوية بقى ايه يعني اول ما بتشوفني انا لبستها، جيت اصلي، جيت لبستها عشان افتح الباب عشان ادخل البلكونة، اي حاجة، فبتفضل بقى تقولي يا ماما لبسهاني، يا ماما لبسهاني. بس هنا بقى هو زي ما قلت لكم، انا هنا بقى فرشت الملاية الجميلة دي. انا بحب الملاية دي جدا. انا كنت جايباها العيد بتهيألي السنة اللي فاتت، او السنة اللي قبلها مش فاكرة بالظبط. بس بصراحة انا بحبها جدا، بحب الملاية دي قوي. وبحب الملاية برضو، انا بحب اغير كل عيد، هي حتى لو هجيب ملاية برضو يعني حاجة بسيطة كده، بس بحب التغيير يعني. بصوا برضو دي نفس الريشة، بس دي على رصاصي، ودي على ابيض في احمر. آه بس بشكلهم مختلف، يعني القصة بتاعت الملاية نفسها مختلف. وهنا ايسل بقى كانت بتشيل معايا بتحط الغسيل عند الغسالة. كانت عمالة بقى تقول لي يا ماما حطولك في الغسالة، وانا اقول لها لا حطيه على سبت الغسيل. وعمالة انا وهي ايه نتخانق عشان هي مش بتعرف تفتح باب الغسالة، وبخاف على الغسالة بصراحة منها. فهي كانت عماله تقولي لا انا هحطهم في الغساله، وانا اقول لها لا حطيهم على سبت الغسيل. يا ماما لا انا عايزه احطها في الغساله. فكنا عمالين انا وهي نتناقش. هي اللي بصراحه اللي يعني مشجعاني وهي اللي بصوا هي اللي دايره في رجليا كده، يعني اخواتها بره، بس هي اللي دايره في رجليا، عماله تلف ورايا من هنا، وهات يا ماما اعمل معاكي، وهات يا ماما شيل، هات يا ماما حط كده. فبصراحة مساعداني ومشجعاني برضو. اديني بقى ايه فرشت السرير وخليته زي الفل اهو. وشلت انا كنت حاطه اللي هي الحافظه، كنت حطاها ما بين السرير وما بين التلفزيون، اللي هي الترابيزه اللي هي انا عاملاها جزامه. فشلتها طبعا بقى عشان اكنس الارض وكده. انا خليت مالك جاب لي المكنسه، قلت بقى مش لازم اكنس بالمقشه وكده، فايه اقشها بالمكنسه على طول. بصراحه بستسهل المكنسه، اسرع وسهله بقى بصراحه عليا. فقلت بقى ايه اهي ايسل جابت لي الدراع بتاع المكنسه، ومالك جاب لي المكنسه نفسها، وقلت بقى ايه هكنسها كده بالمكنسه. بس ايسل بتشيل الالوان بتاعتها. ايسل دلوقتي بقت بترسم وبتلون وبتعمل حاجات جميلة بصراحة، وبتقعد ترسم لوحدها، وبترسم حاجات ما شاء الله بصراحة تحفة. انا ما كنتش متخيلة ان هي مثلا تعرف ترسم حاجة او تلون حاجة. لا لقيتها ما شاء الله بترسم وتلون، وبترسم حاجات من دماغها جميلة جميلة. وهبقى اوريكم كده في فيديو الرسومات اللي هي بتقعد ترسمها، بتقعد مع نفسها كده وترسم الشمس والبيوت، وبتقعد ترسم اشجار، بتقعد ترسم حاجات جميلة كده.
فهبقى اوريكم ان شاء الله في فيديو كده الرسومات اللي هي بتقعد ترسمها، عشان كده تلاقوا الالوان بتاعتها ايه، مرمية في الارض، القلم الرصاص، الكراسة بتاعتها. هجيب لها بقى سكتش واخليها ايه تقعد ترسم وتلون فيه، عشان انا لقيتها هي حابة موضوع الرسم والالوان وكده. انا كنت زيها كده، يعني انا كنت بحب الرسم والالوان والحاجات دي. فهي بقى ايسي اللي شكلها ورثت مني الموضوع ده. بس هبقى اوريكم ان شاء الله في فيديو كده الرسومات اللي هي بتقعد ترسمها مع نفسها. وكنست بقى الارض اهو. السجادة دي تقيلة جدا جدا جدا، بتاعت جوازي، وبصراحة انا مش عايزة افرط فيها. شكلها جميل جدا، وفي نفس الوقت بصوا يعني حاجة بسيطة بتخليها بتبقى زي الفل. وتقيلة قوي، تقيلة قوي، هي قطيفة وتقيلة قوي، فبصراحة مش عايزة افرط فيها خالص. بس فرشت فوقيها الحافظة بقى، قلت عشان احافظ عليها ما تتبهدلش، وكمان غسيلها صعب، غسيلها صعب جدا. فقلت بقى ايه، احافظ عليها. لكن الحافظة بتتغسل سهلة، يا دوبك بحطها في البانيو كده بتتغسل بتبقى زي الفل. لكن السجادة غسيلها صعب جدا. هنا بقى فرشت فوقيها الحافظة كده و... وايس اللي هي بتفرش معايا. وقلت بقى ايه عشان احافظ عليها، فرشت الحافظة وايسل فرشتها معايا. انا رفعت الكومودينو وايسل فرشت معايا كده. وكده خلاص بقى خلصت اهو، وخليت الدنيا زي الفل. الدنيا بتتروق في 5 دقايق وبتتعفرط في 5 دقايق برضو، يعني تلاقيها فجأة اتبهدلت ما بتكملش، وتلاقيها اتبهدلت على طول، وفجأة تلاقيها اتروقت وبقت زي الفل. بصوا هي بتتروق على طول جدا، يعني مش متعبة حتى في ترويقها. بس اهو بصوا بقى الدنيا بقت زي الفل ازاي، في 10 دقايق بقت زي الفل. ايه رأيكم بقى في الترويق بتاعي الجميل دوت؟ ما تنسونيش بقى بالاشتراك وباللايك يا حبايب قلبي، وعايزة اشوف كومنتاتكم الجميلة، وشوفوا بقى الروتين بتاعي الجميل دوت. ويا ريت تتفرجوا للفيديو للاخر عشان خاطر بس القناة تكبر شوية. وهنا بقى اهو بعد ما كنت خلصت بقى الدنيا كده وخليتها زي الفل. وايسل بقى كل شويه تيجي تقول لي يا ماما صوريني، يا ماما صوريني، صوريني يا ماما ووريهم العبايه بتاعتي. بس هي ايسل بقى الجميله. وخلصنا كده الدنيا هي وخليناها زي الفل انا وايسل. وبس كده. ايه رأيكم بقى في الأوضة بعد ما اتروقت؟ قولوا لي رأيكم في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.